السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم كريمه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحليوه اللي هي سهله وبسيطه والمكونات ديالها اقتصاديين وبالمذاق ديال الفقاس، شي حاجه اللي هي رائعه مقرمشه. انا متاكده غادي تعجبكم لان فعلا واحد الحلوه اللي هي سهله. شوفوا معايا كيفاش عامله، كتجي مقرمشه من داخل والمذاق شي حاجه اللي صراحه رائعه بزاف. كنتمنى الفيديو يعجبكم، تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في المقادير والطريقه في نفس الوقت. غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، يعني جوج ديال الحبات من البيض، وحده غادي نعملوها مكموله والثانيه غادي نضيفو غير البياض فقط، والصفر غادي نخليه باش غادي ندهنو به الوجه ديال الحلوى. بالنسبه للبيضات يكون الحجم ديالهم متوسط كما كتشوفوا معايا، ماشي كبارين وماشي صغارين. صافي هذاك الصفار غادي نخليه على جنب. من بعد غادي نزيد له شويه د الماء هو باش غادي ندهن، اولا نزيدوا له الحليب. صافي غادي نخليه على جنب وغادي نضيفو هنايا السكر سنيده. عندي نص كاس ديال السكر. بالنسبه للحلاوه كتجي هي هذيك، ما كتجيش حلوه ما كتجيش ناقصه، يعني كتجي هي هذيك. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الملح، هنا ما تصورتش معايا غير واحد شويه فقط. ونفس الكاس اللي عبرت به السكر غادي نعبر به زيت المائده او زيت نباتيه، نص كاس ديال الزيت ما يعادل 100 مليلتر. بالنسبه للسكر 80 غرام. وهنايا غادي نضيفو واحد المعلقه ديال الجنجلان او السمسم. وهنا عندي واحد المعلقه صغيره مخلطه ما بين النافع وحبه حلاوه اللي هو اليانسون والشمر. وهنا عندي جوج معالق كبارين ديال اللوز. اللوز عندي محمر بالقشره ديالو طحنته كما كتلاحظوا، جوج معالق تقريبا كتجي واحد نص كاس ديال اللوز او 50 غرام ديال اللوز. المهم غير جوج معالق كافيين في هذه الكميه هذه. وبالنسبه للوز يكون محمر كما قلت لكم، كتعطي واحد مذاق مختلف تماما على اللوز خضر. يعني حاولوا انكم تحمروه وطحنوه. صافي في الاول كما شفتوا معايا خلطت السكر مع البيضات، من بعد زدت لهم الزيت وكنخلط مزيان حتى كيتجانسوا المكونات. عاد كنضيفوا الجنجلان والنافع وحبه حلاوه وكذلك اللوز. وهنا بالنسبه للدقيق اللي غادي نستعمل، الدقيق الابيض اللي هو الفرص او الفرينه. عندي الكاس الاول كيوزن 100 غرام. وغادي نضيفوا الخميره كذلك واحد الساشيه حمراء، اولا غادي تضيفوا واحد المعلقه صغيره لان كيجيوني تساؤلات بزاف على هذه الخميره هذه. المهم انا كنستعمل هذه بزاف. اللي عندها بحال ديالي غادي تعمل معلقه صغيره مملوءه. غادي نضيف الكاس الثاني كذلك. كل كاس كما قلت لكم كيوزن 100 غرام، يعني عندي دابا حاليا 200 غرام. وغادي نخلي الكاس الثالث على جنب وغادي نعجن الحلوى او غادي نخلط الحلوى ونشوف الكميه ديال الدقيق اللي غادي تدخل لي فيها. دائما واخا نعطيكم الكميه ديال الدقيق، يعني نتوما حاولوا عبروا ديك الكميه ونزلوا وحدكم وبقاو تضيفوا شويه بشويه، لان فعلا الدقيق كيختلف من نوعيه لنوعيه. يعني لان انا بعض المرات نفس الوصفه ما كديريش نفس الكميه ديال الطحين. يعني داكشي علاش كنقول لكم حاولوا تعملوا الدقيق، يعني عينكم ميزانكم على حسب القوام ديال الحلوى اللي غادي نوريكم انا. يعني ما كتكونش طبعا الحلويات كامله ما كيكونوش قاصحين وما كيكونوش كيلصقوا في اليدين، يعني الحلوى كتكون واحد العجينه اللي كتكون رطبه. هنا بالنسبه للكاس الثالث غادي نضيف منه غير نصف كاس فقط. غيبقى لي النصف الثاني انا غادي نوريه لكم، يعني المجموع 250 غرام كما قلت لكم. وبالنسبه ما تنساوش بالنسبه للوز، يعني انا ضفت جوج معالق ديال اللوز عامرين، يعني تقريبا نص كاس ديال اللوز. يعني اللي ما غاديش يستعمل اللوز ممكن انكم تستغنوا عليه، غادي تعوضوه بالدقيق. يعني تقدروا دير لكم 3 ديال الكيسان ديال الطحين. يعني اي حاجه ضفتوها حاولوا انكم تردوا البال. صافي بالنسبه للقوام كما كتشوفوا معايا العجينه كتكون رطبه، يعني جوج كيسان ونص ديال الطحين مع نص كاس ديال اللوز بودره. يعني اللوز يعني تقريبا فحالو فحال الطحين، يعني تا هو كيدي الكميه ديال بحال الكميه ديال الطحين. صافي كما قلت لكم بالنسبه لهاد الصفار ديال البيضات ضفت له شويه ديال الماء. حاولوا تخفوه مزيان مزيان باش ما يبقاوش ديك التكتلات ديال البيضات. صافي هنا مباشره غادي ندوز باش نطلق الحلوى. ودائما حاولوا تستعملوا البلاستيك، المهم اي بلاستيك عندكم في الدار يكون نقي، او لا ورق الطبخ ماشي مشكل. من الاحسن انكم تعملوا الطريقه هذه باش ما كنتفاداو اننا نبقاو نضيفوا الدقيق وتقصح لنا الحلوى وفي نفس الوقت ما كتلتصقش. يعني كنخدموا بواحد الطريقه اللي هي سهله. وبالنسبه للقياس ديال الحلوى، هنا حاولوا انكم ما تعملوهمش رقاقين بزاف. انا غادي نوريكم السمك ديالو، يعني شويه كيجيو غلاطين لان باقي فيهم الخميره، غادي يزيدوا ينتفخوا في الفرن. بالنسبه للطبق انا استعملت هذا على شكل اوفال.
وانتم ممكن انكم تستعملوا اي طبق عندكم في الدار دائري عفوا. انا كما شفتوا معايا استعملت هذا، انتم ممكن تطبعوا بالكاس، المهم اللي كان عندكم متوفر في البيت ديالكم تخدموا به. هذه العجينه الثانيه كما شفتوا معايا. وبالنسبه للعجين اللي كتبقى كنعاود نجمعوا مع بعضهم ونعاود نخدم بهم. كما كتشوفوا هذا هو السمك ديالهم، شويش ما بغاش يصفى لي الكاميرا. المهم كنتمنى يكون كلشي واضح. كما قلت لكم بالنسبه لهذا العجين كنعاود نخدم بها المره الثانيه. داكشي قلت لكم من الاحسن انكم تستعملوا البلاستيك الغذائي او البلاستيك هذا، احسن ما تستعملوا مباشره يعني منه لسطح العمل وترشوا بالدقيق. هنايا بالنسبه للتزيين عندي لوز ايفيلي او الكاوكاو ايفيلي او تعملوه كونكاسي او الجنجلان. المهم زينوا باش ما بغيتو. ممكن انكم تدهنوا غير بيضات فقط، ما تضيفوا حتى حاجه، حتى هما كيجيو مزيونين صافي. هنايا كما كتشوفوا كنعملوا الدهنه الاولى. انا كنعمل الدهنه الاولى وكنعاود نعمل الدهنه الثانيه، عاد كنزين باللوز ايفيلي او لا زينوا باش ما بغيتو. غير اهم حاجه هو ملي تعاودوا المره الثانيه يعني حاولوا انكم تعملوا صف بصف باش ما كينشفش هذاك البيضات، لان الا نشفوا ما غاديش يلصق عليهم. يعني سواء عملتوا الجنجلان سواء عملتوا اللوز، المهم اي حاجه عملتوها ما غاديش تلصق لكم لان غادي يكون نشف. بالنسبه هنايا كما كتشوفوا معايا انايا عملت السطر الاول وغنسالي وكنبقى ماشيه حتى كنعاود نكمل الكميه اللي عندي كامله. وفي هذه الاثناء انا شعلت الفران 180 درجه. الحلويات كيطيبوا دائما على عافيه متوسطه من تقريبا من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، وكل وحده والفران ديالها. المهم كنشعلوا العافيه من الفوق ومن الاسفل. كنشعلوه من قبل واحد 10 دقائق كما قلت لكم عافيه متوسطه 180 درجه. كنعمل الطاوه في الوسط، كيطيبوا من الاسفل ومن الفوق مره واحده، يعني كيتحمروا من الاسفل كيطيبوا وكيتحمروا من الفوق. كما قلت لكم انا درت لي تقريبا واحد 18 دقيقه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي صافي. هنايا بعد ما خرجته من الفران كما قلت لكم درت لي واحد 18 دقيقه. بالنسبه كذلك الفران ديال الغاز حتى هو كنشعلوه من قبل واحد 10 دقائق. العافيه كتكون متوسطه. كنعملوا الطاوه في الفوق ماشي في الاسفل حتى كنشوفوهم بداو كيطيبوا من الاسفل. يعني كنحاولوا اننا نشوفوهم. نفتحوا الفران واحد 10 دقائق، كنفتحوا الفران نشوفوهم واش طابوا حتى كيبقاو ينتفخوا وكيطيبوا من الجوانب. من بعد كنهبطوهم من الاسفل باش كيكملوا التحميره ديالهم. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما شفتوا معايا. وكانت باقي لي الكميه ديال العجين غادي نعاود نكملها. عملتها في طاوه واحده اخرى وعملتها في الفران. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتلاحظوا معايا. كتجي واحد الحلوى اللي هي كما قلت لكم ساهله وكتوجد دغيا. وكما قلت لكم ممكن انكم تستغنوا على اللوز، تعملوا مثلا الجنجلان مطحون والباقي مثلا تعملوه بحال اللي عملت انا، يعني واحد معلقه ديال الجنجلان مطحون، تعملوا معلقه ديال الجنجلان يعني بلا ما تطحنوه. بالنسبه للجنجلان ما كانش عندي محمر، غير اللوز هو اللي كان عندي محمر. شوفوا معايا كيفاش كتجي مقرمشه، كتجي لذيذه. هنا غادي نكون وصلنا اخر الفيديو. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. الى اللقاء.